في الفيديو ده انا جاي اكلمك عن جهاز نازل يزاحم وينافس بقوة في الفئة المتوسطة العليا من حيث الاداء والشكل والتصميم وكمان الكاميرات الجبارة بتاعته. تعالوا بينا نتعرف سوا عن الموبايل. وجهاز النهارده هو الفيفو في 60. وقبل ما نتكلم عن الجهاز تعالوا نعمل انبوكسنج مع بعض ونشوف الجهاز ومحتويات العلبة مع بعض. الجهاز جاي معاه كفر سيليكون شكله شيك وخاماته كويسه، وفيفو دايما بتهتم بالتفاصيل وجايبه لك شاحن صاروخي 90 واط، يعني مش هتقلق من سرعه الشحن. لو البطاريه فضيت معاك هتلاقي شاحن هيسد معاك. وجاي معاه كابل يو اس بي تايب سي والدبوس الخاص بدرج الشريحه. تعالوا بينا نتكلم عن تصميم الجهاز اللي انا شخصيا عاجبني. فيفو غيرت في تصميم الجهاز وعملت تصميم جديد مختلف تماما عن الفي 50. والموبايل جاي بثلاث كاميرات، ده غير الاورا لايت اللي بتميز كاميرات واجهزه فيفو. وطبعا فيفو عامله تعاون مع زايس اللي محسنه جوده الكاميرات، واللي بيكمل جمال التصميم ان الشاشه جايه كيرف من الاربع جوانب بتوعها، سواء من قدام او سواء من ورا، ودي حاجه هتحس بيها وانت ماسك الموبايل. ومن الحاجات اللي بتميز التصميم ان سمك الموبايل قليل 7.5 مللي. بس انا عايز اقول لك ان دي ميزه قويه جدا، خاصه ان الموبايل جاي ببطاريه 6500 ملي امبير، فتعتبر دي ميزه كويسه فيفو قدرت تحققها، ان هي تدي لك بطاريه قويه بسمك قليل. الجهاز جاي بمقاس 6.7 انش، ويعتبر المقاس ده مثالي لان المقاس ده ما يعتبرش حجمه لا هو قليل ولا هو كبير، فهيساعدك ومش هيضايقك في الاستخدامات العاديه. شاشه الموبايل بنوع اموليد بتدعم ريفرش ريت 120 هرتز، وسطوع بيوصل لحد 5000 نتس، وده رقم كويس في الفئه السعريه دي. والشاشه عليها طبقه حمايه، والشركه هتدي لك في الحجز المسبق ضمان على الشاشه ضد الكسر لمده 6 شهور. وبالنسبه للبصمه، البصمه هنا جايه تحت الشاشه ونسبه استجابتها عاليه وسريعه. الموبايل جاي ببروسيسور سناب دراجون 7 جين 4 اللي هيدي لك اداء سلس وموفر للطاقه. وعايز اقول لك من خلال تجربتي البروسيسور اللي موجود مع سوفت وير فيفو المميز مخلي لك اداء الجهاز سهل وسلس من غير اي تقطيعات او اي لاج. وعلشان فيفو توصل لك قد ايه هي مهتمه بالبروسيسور وقد ايه هي واثقه الموبايل بتاعها والسوفت وير بتاعها، مديالك ضمان على السوفت وير مدى الحياه. ودي حاجه تاكد لك ان اداء الموبايل هيعيش معاك باداء كويس لاطول فتره ممكنه. جربت الموبايل على لعبه زي بابجي، قلت اشوف اداء البروسيسور عامل ايه، وعايزك تعمل حسابك اول ما تيجي تلعب بابجي على الجهاز هتضغط على مكان الاشعارات اللي على شمال الشاشه وهتعلي الاعدادات لهاي، ومن بعدها جربت العب لقيت الاداء كويس وسلس وسهل وما حصلش معايا اي تقطيعات في فريمات ولا لاج في اللعبه. والستيريو سبيكر هيخليك تعيش تجربه الالعاب بشكل مميز. نيجي بقى للكاميرات اللي تعتبر اكبر نقطه قوه في الجهاز ده. الموبايل جاي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، وكاميرا ثانيه 50 ميجا بكسل تيليفوتو، وكاميرا ثالثه 8 ميجا بكسل للالترا وايد. ومن الحاجات اللي بتميز البورتريه ان انت هتقدر تصور على 23 ملي لحد 100 ملي، يعني هتاخد جودة صور بروفيشنال. وكاميرا أمامية 50 ميجا بكسل هتدي لك صور ونتائج جميلة جدا وشارب وما فيهاش أي نويز. وبالنسبة لتصوير الفيديو في الكاميرا الأمامية وفي الكاميرا الخلفية، فالموبايل بيصور 4K على 30 فريم وفول اتش دي 30 فريم و60 فريم. ده كده تصوير الفيديو على وضع ال 4K بالكاميرا الخلفية. الكاميرا فيها OIS مثبت بصري. هنجرب ونشوف بعد التصوير كده الدنيا اخبارها ايه. وده فيديو بالكاميرا الاماميه على وضع ال 1080. ده كده بنشوف الثبات وبنشوف تجربه للكاميرا. قولوا لنا اخبار الصوت ايه وجوده التصوير عامله ايه. وعلشان فيفو اهتمت بالكاميرات لان هي زي ما بنقول اقوى نقطه قوه فيه، فاهتمت كمان ان هي تدلعك في الكاميرات وعامله لك 4 اوضاع اجمد من بعض. انا شخصيا الاوضاع دي خدت معايا وقت طويل جدا وتجربه طويله لان انا استمتعت بيهم جدا، والكلام ده حسب فصول السنه، الصيف والشتاء والربيع والخريف. ودي صور للاربع اوضاع، بس انا شخصيا عجبني فيهم وضع الشتاء لان هو عامل لك مود مميز. وانا بالنسبه لي عجبني مود الشتاء جدا لان هو بالنسبه لي تجربه كانت جديده وتجربه كانت ممتعه، واخدت بيها صور كتير وفي اجواء كتير. وانا متاكد ان اي حد هيشيل الموبايل ده هيستمتع جدا في المود ده واكتر مود هيستخدمه. وعندك ميزه التصوير تحت الميه وهي ميزه الاندر ووتر، وهتقدر تحول لك استخدام الموبايل للثلاث زراير اللي على اليمين. اول زرار لو هتاخد صوره، تاني زرار لو هتشغل فيديو،
واخر زرار هو اللي هتخرج بيه من النظام ده، لان النظام ده بيوقف استخدامات الشاشه علشان الموبايل ما يهنكش معاك تحت الميه. وطبعا طالما الموبايل بينزل تحت الميه ففيفو جايبه لك الموبايل بشهادتين الاي بي 68 والاي بي 69، ودول يعتبروا من اقوى الشهادات اللي موجوده في الفئه السعريه دي. الموبايل هيتوفر بنسختين، نسخه 12 جيجا رام 256 ونسخه ثانيه 12 جيجا رام 512. الموبايل طبعا صنع في مصر وعليه ضمان 18 شهر مش 12 شهر، ودي ميزه كويسه بتقدمها لك فيفو لما تشتري الجهاز ده. الموبايل جاي باندرويد 15 وعندك تحديثات للاندرويد لمده 4 سنين وتحديثات الامان اللي بتوصل لحد 6 سنين. من الاخر كده لو عايز جهاز يديلك اداء ثابت وبطاريه قويه وكاميرات احترافيه وسرعه شحن عاليه بتوصل لحد 90 واط، فاختيار الفيفو في 60 هيبقى اختيار مناسب. بتمنى نكون استفدنا مع بعض، ولو ليك اي استفسار سيبولي تحت في الكومنت، وقبل ما ننهي الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان تتابعني وتعرف كل جديد. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.